يعني يا دكتور الفينيرز لونها هيفضل ثابت ومش هيتغير للأبد؟ على حسب. ناس كتير بتجيلنا عاملة فينيرز ومن فترة قريبة بس في بقع وتصبغات على أطراف أو وسط الفينيرز ولونها بهتان، وساعتها بنعرف إن الخامات ما كانتش أحسن حاجة. وزي ما الخامات سبب رئيسي في تغيير لون الفينيرز، في أسباب تانية بتعمل نفس الموضوع. الدكتور اللي شغال اللي بيعمل لك تجهيز للأسنان وتحضير ليها والمقاسات بتاعت الفينيرز بتاعتك، وأي خطوة من دول مش مظبوطة معناها إن الفينيرز مش هتكون قاعدة في مكانها كويس، وبالتالي لونها هيتغير. آخر وأهم خطوة هي لزق الفينيرز على أسنانك، ودي عملية حساسة جدا، واللي لو حصل فيها نقطة تلوث صغيرة حتى لو باللعاب الفينيرز لونها هيغير. علشان كده في كابيتال بنستخدم أفضل الخامات وبنصنعها بالتفصيل في معاملنا، وتحضير وتجهيز الأسنان وأخذ المقاسات بيتم على إيد أخصائيين واستشاريين في تجميل الأسنان، وكمان بأحدث الأجهزة، عشان نتأكد والأقصى درجة إن لون الفينيرز بتاعتك هيفضل لونها ثابت ومش هيتغير.